أسعدتم مساء أحبائي المستمعين. اليوم نلتقي مع فنان شاب من شبابنا الواعدين، إدريس عدنان. أنا نوال والمخرج حسين العطواني، وإن شاء الله تستمتعون معنا بهذا اللقاء. أهلا وسهلا إدريس، شلونك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. إدريس عدنان، إحنا نعرف إنه أبوك ممثل. نعم. عدنان. صح. أي قول اسمك، قدم نفسك. اسمي إدريس عدنان. طبعا عدنان ابن الفنان عدنان شلاش، تحياتنا له أيضا. اشتغلت أعمال مسرحية هواي. أولها حريق الناصرية ويا مزيد العراقي، تحياتنا له أيضا. واشتغلت هواي أعمال مسرحية، يعني بنازك الملاك، اشتغلت بالطليعة، اشتغلت هواي مسرحية. احنا يعني أدري بك، أنا من ذكرت أبوك إنه أبوك فنان وأنت نعم. ماخذ الفن منه يعني. لكن بنفس الوقت أنت ما معتمد على أبوك. صح. معتمد على نفسك. معتمد على نفسي، وكل واحد يعتمد على نفسه. وحتى بالشغل. صح. أنت تشتغل وما معتمد على أحد. صح. فأنت يعني شنو شغلتك هسه؟ أنا شغلي مطعم أشتغل، وحاليا مقسم نفسي بين الشغل وبين الدوام وبين العمل مالتي. جيد، يعني هاي حلو، مثال للشاب اللي يعتمد على نفسه ويحب يكون نفسه هو من غير ما أحد يساعده. صح. يعني أحسنت، يعني أقدر بك هاي الفعل. اشتغلت يعني مسرح بس بحدله مسرحيات شيء؟ لا، اشتغلت مسرحيات هواي. اشتغلت جاد، اشتغلت كوميدي، اشتغلت تراجيدي، هواي اشتغلت أعمال مسرحية، مو واحدة ولا اثنين. نعم. اشتغلت أفلام قصيرة، واشتغلت برامج، مسلسلات همين هواي، يعني ما أخذت شيء. من أعمالك؟ اشتغلت مسلسل وطن ومسلسل كمامات وطن هواي. أفلام قلت اشتغلت؟ أفلام قصيرة. هي إعلانات تشتغل؟ فيلم جنان بوند اشتغلت ويا مخرج محمد الإمارة، تحياتنا له. هو أعتقد عرض هذا الأسبوع راح؟ أي هذا الأسبوع. عرض بمول بغداد في السينما. يعني كان شوية حوارات بسيطة بك أداء حلو. أي يعني أنا شايفتك مواظب على هيك أعمال. إعلانات هم اشتغلت؟ إعلانات لا، ما اشتغلت. لأن هم فقط يختارون بس على الصور. اسكتجات أي شيء، يعني أي شيء؟ هي اسكتجات أفلام قصيرة اشتغلت. لا يعني أقول لك أي شيء تشتغل، لو أنت حذر من هالنقطة هاي. لا، حذر من هالنقطة هاي. وكل واحد يشتغل على نفسه أكثر. نعم، ويختار، المفروض يختار. صح. النوعية شلون، لأن هاي بالتالي هو اسمك. صح، راح ينعرف أكثر. ومو بس ينعرف، هذا اسمك أنت من حسوي عمل مو لائق بك ينحسب عليك كفنان يعني. طيب، عندك تحضير عمل حاليا؟ عندي أعمال هو قادمة إن شاء الله، مسرحيات بس؟ مسرحيات اثنين هو إن شاء الله. إن شاء الله كوميدي تراجيدي. يعني هسه أنت حاليا تتدرب عليها؟ عندك بروفات بيهن؟ عندي بروفات. والمسرحية الأخرى هم بروفة عندي. باجي بيهن يعني إن شاء الله. إن شاء الله. من وياك من المعروفين الفنانين؟ فنانين سعد جمال الشاطي وهواي حس خيون إن شاء الله وياه عمل. زين، إحنا ما علينا هسه حاليا، ما علينا بأبوك. أريد أشوف قدوتك عدا أبوك. قدوتك منو من الفنانين عدا أبوك؟ هم هواي ما نقدر نحددهم. يعني أنت اللي تشوف نفسك إنه تحب تعمل مثله. لا، هو كل واحد يعمل بنفسه. يعني ما محدد شيء. يعني ما حد عجبك يعني شخصية معينة؟ لا. يعني بس شخصيتك نرجسي. هو دوما نرجسي يا إدريس. يعني هسه بعد يعني الفترة ايش قد تعرض المسرحية مالتك؟ ان شاء الله بعد هوايدا نتدرب عليها وان شاء الله خير. ان شاء الله. انت شنو دراستك؟ لوين وصلت بالدراسة؟ انا مسرح
طالب مسرح. معهد فنون؟ ايه. اي سنة؟ السنة الرابعة ان شاء الله. اي مو انا ادري الرابعة، اريدك تحكي. اعرف السنة الرابعة، باقي لك بس السنة الأولى وتطلع ان شاء الله. وان شاء الله اعمال مسرح ممثل لو شنو يعني؟ لا اخراج. مخرج. يعني همين حصير مخرج معروف ادريس ان شاء الله. اريدك تتحدث يعني بطلاقة وبثقة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ولا عندك فكرة هسه حاليا عن مسلسل شيء تقوم بها؟ لا ما مفكر. لا ما مفكر. اي اعمالك الاخرى بعد حاليا هي غير فقط المسرح؟ فقط مسرح. يعني هواياتك شنو غير يعني المسرح؟ فقط مسرح. بس مسرح. هذا هو هواياتك وعملك وهذا كله. ان شاء الله بتركيز. ناخذ فاصل ونرجع لك ان شاء الله. عدنا معكم أحبتي المستمعين ومع الشاب الفنان إدريس، أنا نوال وحسين العطواني المخرجين. نرجع لك إدريس، أريد أسألك عن الأعمال اللي سويتها كأفلام اللي سويتها، أفكارها يعني كم فيلم وأفكارهن؟ فيلم جنان بوند هي كانت فكرة روعة. صورناها في إحدى المناطق. كانت فكرة تتحدث عن إيش يعني؟ تتحدث كوميدي، كانت تتحدث. المخرج يعني بيها هدف، أنا قصدي بيها هدف إن شاء الله بيها هدف. والمخرج جنان بوند محمد الإمارة هو اللي أصر إنه إحنا نمثل بيها، لأن كانوا ما عنده كادر عمل ولا عنده إنتاج فني حتى يكون هيك يعني مجهود ذاتي. مجهود ذاتي. انتم كلكم انجمعتوا بهذا المجهود فقط هو يعني؟ لا انجمعنا كنا المجهود الذاتي يعني الصرف والهاي كله. وسويتوا الفيلم يعني؟ وسوينا الفيلم وطلع انجاز حلو يعني. شلون كان الصدى؟ صدى يجنن صراحة، جمهور حلو. في مول بغداد كان عرض بالستة اعتقد. كان حلو الفيلم يعني. طبعوا لكم بطايق؟ بدون مضايق. شلون مجانا كان؟ ايه دعوة عامة كانت. طيب اسألك يعني افكار الافلام الاخرى عن شنو اللي اشتغلتها، عن شنو تتحدث؟ اهدافها شنو؟ اهدافها تتحدث عن الواقع. نعم. الواقع. احنا مجتمعنا هواي يسوون افلام قصيرة على مجتمعنا، مثلا الخيانة مثلا او هيك شيء من الامور. يعني بها اهداف للمجتمع. بها اهداف للمجتمع حتى نوصل رسالة. نعم. هو انا هذا دا اقصده يعني. رسالتك شنو كانت؟ رسالتكم انتم؟ رسالة للمجتمع حتى نوعنا، حتى نوعي. طيب اخر مسرحية اشتغلتها اعتقد الاسبوع الراح اشتغلتها ويا المخرج مصطفى السيد. تحياتنا له. تحياتنا لمصطفى المبدع الكريم. هو كان دمه حلم. كان جمهور حلو بصراحة. ويا السيد القائد السيد مقتدى الصدر، تحياتنا له أيضا. تحياتنا له. هو كان جمهور ولا هو ذاتي. نعم. وإنما اشتغلنا حلو أو كادر عمل. كان مخبط المسرح يعني، واقفين الباقي وماكو مجال. حتى ما طببوا للمسرح بعد يعني. واحد بالباب ما طبب، قال المسرح مخبط وواقفين الجمهور. فماكو مجال.
ورادوا عرض آخر يعني. رادوا هم عرض آخر وهم إن شاء الله راح نعرض. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هي عن شنو تتحدث المسرحية؟ تحدث للجمهور عنها. عن تتحدث المسرحية عن الشهداء. ساحة التحرير. شهداء شنو؟ ثورة أكتوبر. ثورة تشرين اللي صارت 11. بس هي المسرحية أعتقد تتحدث عن ثورة عاشوراء. ثورة عاشوراء أي صحيح. أي عن ثورة عاشوراء، ويعني تحدث المخرج فيها كرؤية وإخراج المخرج مصطفى السيد. راد يظهر بعض الحقائق واللي صار بيها، فكانت مسرحية يعني رائعة. اي بعد تحدث لنا عن نفسك. شو اتحدث لك يعني؟ يعني على هواي. هو احكي لي الهواية حكيين. احكي لي هواية. انت اول ما تخلص ان شاء الله حتكون بنفس المعهد معيد؟ لا، ام تشتغل؟ اشتغل على نفسي وان شاء الله اقدم اعمال مسرحية هواي ان شاء يعني الله. ولا واحدة ولا اثنين. اهم من مجهود ذاتي لو يتكفلكم المعهد بيش اشغال. لا يعني هو مجهول ذاتي. احنا نشتغل عنه بسنا يعني. يقول لك حضر لي موضوع مثلا، حتى اذا يعني مو هم مثلا يجيبوا لكم الموضوع. لا انت تحضر موضوع حتى نحضر من يمنا حتى يشوفون هم المسرحية. نعم. المدرسين اللي بالمعهد منو اقرب شيء لك انت تستمتع بالمحاضرات مالته؟ هم هواي يعني جمال الشاطي وكريم خنجر، هم مدرسين كبار يعني نتعلم من يومهم. دكتور عبد علي قعيد تحياتنا له. هم قعيد حاليا هو ما موجود يعني، هم ما موجود تقاعد، لكن بدك تشتغل يما بالمسرح. صحيح. مسرحية عندك ويا مو؟ اي بدنا نتمرن كادر عمل جيد وان شاء الله نقدم عمل افضل. يعني انا قصدي اي مخرج انت تحب تعمل وياه، اي مخرج عدا الباقين يعني انت مختار هذا الشخص تقول انا كلش ارتاح وياه بالعمل؟ عبد علي قعيد لان هو نفتهم من يمه اكثر حتى نتعلم من يمه. هو احنا كنا هاي فكرتنا. مو شرط نشارك لكن نتعلم منه. اهم شيء لان هو هوايه خرج اجيال فنانين حاليا موجودين هم تخرجوا من تحت ايده مشهورين يعني، وهو كان الفضل الاكبر إله بصعودهم لانه هو يعلم المسرح صح، يعلمه طاقات شبابيه حلوه. مو ان شاء الله يتعلمون ان شاء الله من هذه الخبره. ان شاء الله كنا نتعلم من عبد علي، تحياتنا له. طيب يعني لقاء قصير لكن شويه سولفنا به وبدنا نظهر الطاقات الشبابيه لباقي الشباب على مود يتعلمون ويحذون حذو الشباب اللي هسه بهالاعمال الفنانين يتعلمون ويعطون اهداف للمجتمع. فكان لقاء قصير لكن ان شاء الله مره اخرى نلتقي. شكرا لك ادريس، وان شاء الله الموفقيه لك يا رب. ان شاء الله. وشكرا لجمهوري العزيز، وشكرا لحسين العطواني المخرج الرائع اللي دائما هو سند للشباب ودائما يسندهم يعني. واشكركم اني نوال العطار، والى لقاء في حلقه اخرى ان شاء الله من برنامجي مع نوال من اذاعه الامل. الى اللقاء.